هنعمل بسكوت النشادر باسهل مقادير باسهل طريقه. كل سنه وانتم طيبين. هنعمله بالجمال ده. شايفين الجمال واللون الحلو والقرمشه الخفيفه. معايا حوالي 400 جرام من الزبده. تكون الزبده طالعه من التلاجة بقالها شويه عشان ما تخرطش معايا. ومعايا حوالي 125 جرام من السمنه. ومعايا 250 جرام سكر بودره. دي مقادير يا جماعه بسكوت الكيس مش بسكوت المكنه. تمام كده. هبدأ اضربه بمضرب البيض كويس جدا لغاية ما ناخد معايا قوام كريمي. بضرب الاول على خفيف شوية وبعد كده بعلم مضرب معايا وممكن تضربي بايدك. مفيش اي مشكلة خالص. تعجني بايدك لغاية ما تاخدي قوام كريمي بالشكل دوت. او بمضرب السلك المضرب اليدوي. لغاية ما خدنا مع بعض القوام الكريمي ده. ومعايا بقى كوباية من الحليب الدافي ومعايا معلقة صغيرة من النشادر. معلقة النشادر ببدأ اقلبها مع الحليب الدافي. دافي شويه صغيرين مش دافي سخن يعني. لغايه ما هتلاقيها فارت معايا. النشادر بيخليها تفور معايا بالشكل ده. ومعايا 4 بيضات بقى. هبدا انزل ببيضه بيضه لغايه ما تختفي معايا تماما. وبعدين ابدا انزل بالبيضه اللي بعدها واضربها بالشكل دوت. نزلت باخر بيضه معانا. وهبدا اضربها كويس جدا. وبعدين هبدا انزل بقى بالحليب اللي متقلب عليه معلقه النشادر. وعايزه اقول لكم ان أنا في الوقت دوت كنت نسيت الفانيليا. حطيت فانيليا سايله وزودت معلقه صغيره كمان عشان كنت خايفه لا ريحه النشادر تبان. هي الحمد لله ما بانتش ولا حاجه. عشان ابقى بقلق شويه من ريحه النشادر يعني. فانا حطيت فانيليا زياده. دلوقتي بقى نزلت بالحليب بتاعي بقيه الحليب بتاعي. وضربت كويس جدا لغايه ما اختفى معايا. وبدا يتظبط معايا قوامه. الوقت بقى معايا حوالي كيلو من الدقيق منخول معايا كويس جدا. ده دقيق جميع الاغراض. ومعايا معلقتين من النشا. النشا بتدي نعومه لبسكوته جميله. وحوالي 10 جرام بيكنج باودر يعني ما يعادل معلقه كبيره ورشه ملح. قلبي بقى كده المقادير الجافه كده هو من على الوش الاول. بعد كده ابداي اخلطيها. نبدأ نخلطها بالمعلقة. وبصراحة أنا بحب أخلط بإيدي مش بالمعلقة. بس هنزل الأول ببقية مقدار الدقيق كله. يعني أنا قلبت الأول جزء من الدقيق مع النشا والبيكنج باودر ورشة الملح. وبعد كده نزلت ببقية مقدار الدقيق. وبعدين هبدأ أقلبه كويس جدا. عايزة أقول لكم إن في المرحلة ديت التقليب ما يبقاش كتير. البسكوت مش عايز عجن كتير ومش عايز تقليب كتير. لمجرد ما يلم معاكي ويبدأ ياخد معانا القوام اللي احنا عايزينه. خلاص كده بنبدأ نسيبه معانا. تمام. انا قلبته خلاص. انا عجنته لغايه ما بقى معايا بالقوام ده. شايفين قوامه ناعم خالص ازاي. ده قوام بسكوت الكيس مش بسكوت المكنه. بسكوت المكنه ممكن تزودي له على المقادير دي نص كوبايه دقيق كمان او معلقه معلقه لغايه ما تاخدي قوام بسكوت المكنه. انا هشتغل بالتيب دوت. ده تيب البسكوت اللي هو الواسع شويه. في التيب الاضيق اللي هو بالشكل ده. وفي تيب النجمه. انا هشتغل بالتيب الواسع. ومعايا كيس حلواني قماش. ما عندكيش كيس الحلواني قماش اشتغلي باي كيس حلواني بلاستيك مفيش اي مشكله خالص. بس لو عندك القماش دوت طبعا من الافضل. الصينيه بتاعتي بتبقى مدهونه دهنه زيت خفيفه جدا. يعني مسحه زيت مش دهنه زيت بمعنى اصح. الكيس الحلواني من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملي بيها. انا بصراحه بحبه اكتر من المكنه. انا عملت معايا خلاص. عمل معايا ما شاء الله كميه كبيره جدا. كيلو دقيق بيعمل كميه كويسه جدا ممكن تنصصيها بالشكل ده. هبدا دخلته فرن على نار حوالي درجه حراره 180 درجه. طلع معايا واخد اللون الجميل دوت والقرمشه الجميله ديت. شايفين الجمال. عايزه اقول لكم بسكوت خفيف جدا وهش وناجح. قرمشته ناجحه. عايزه اقول ان انت ممكن بوتاجازك لو مش بيقدر ياخد اللون المظبوط من فوق لون خفيف كده ممكن تفتحي عليه الشوايه لمده دقيقه او دقيقتين مش اكتر. لو بوتاجازك مش بيدي لون من يعني من فوق ومن تحت للبسكوته من فوق ومن تحت. وعايزه اوريكم قوامها مظبوط جدا جدا. يلا كل سنه وانتم طيبين. جربوه قولوا لي رايكم. وكل سنه وانتم طيبين.